في يناير 2026 ومن قلب منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، قرر دونالد ترامب إنه يرمي قنبلة لغوية في وش المسؤولين الأوروبيين. ترامب وقف وبكل ثقة فكرهم بالحرب العالمية الثانية، وقال نصا: لولانا لكنتم جميعا الآن تتحدثون الألمانية وربما قليلا من اليابانية. الكلام ده ما كانش مجرد دردشة عشوائية من بتاعته، ده كان ضغط سياسي واقتصادي واضح عشان يحرج دول الناتو ويحملهم تكاليف حمايته، وكمان عشان يبرر طموحه في الاستحواذ على جزيرة جرينلاند بحجة إن الدنمارك ما قدرتش تحميها زمان. لكن الرد اللي قلب الدنيا بجد وجه في إبريل 2026 لما الملك البريطاني تشارلز الثالث قرر يرد السهم بسهمين، وبمنتهى الاتزان الملكي قال لترامب: بتقول إن لولا أمريكا كانت أوروبا بتتكلم ألماني؟ طيب اسمح لي أقولك إن لولا وجودنا إحنا البريطانيين كان زمانكم بتتكلموا فرنساوي دلوقتي. تخيلوا الموقف، ملك بريطانيا بيفكر رئيس أمريكا إن لولا المستعمرات البريطانية اللي حاربت فرنسا في أمريكا الشمالية زمان كانت واشنطن ونيويورك النهاردة بيتكلموا فرنساوي. المفارقة التاريخية دي ما كانتش مجرد نكتة، دي إشارة لتاريخ قديم من الحروب الاستعمارية اللي خلت اللغة الإنجليزية هي اللي تسود في أمريكا الشمالية مش اللغة الفرنسية. تعالوا نفهم الحكاية من أول السطر أصلها إيه، وده لأن لكل سطر أثر ولكل حضارة قصة. الحكاية ما بتبدأش من دافوس ولا من البيت الأبيض، الحكاية بتبدأ من سنة 1066، وده أهم تاريخ في السيرة الذاتية للغة الإنجليزية. وقتها ويليام الفاتح، وده كان دوق منطقة نورماندي في فرنسا، قرر يغزو إنجلترا عشان يطالب بالعرش. دخل بريطانيا ومعاه اللغة الفرنسية القديمة، واللغة الفرنسية القديمة دي تفرق كتير عن فرنسية النهاردة. دي كانت خليط من لغات القبائل الجرمانية واللاتينية المتحدثة في شمال فرنسا وقتها. تخيلوا إن إنجلترا قعدت حوالي 300 سنة لغتها الرسمية في القصور والقانون والجيش هي الفرنسية، والإنجليزية كانت لغة الرعاع والفلاحين. بس الصدمة هنا إن الفترة دي هي اللي خلت الإنجليزية لغة عبقرية، لأنها اضطرت تمتص آلاف الكلمات الفرنسية عشان تنجو. المصادر التاريخية زي كتاب The Adventures of English للمؤرخ ميلفين براك بتأكد إن لولا الاحتلال الفرنسي ده كانت الإنجليزية فضلت لغة جرمانية، والمقصود هنا إنها من نفس عيلة اللغات اللي طلعت منها الألمانية والإسكندنافية، يعني كانت هتفضل خشنة وصعبة ومحدودة جدا. ولما جه قانون المرافعة بالإنجليزية سنة 1362 عشان يرجع اللغة لبيتها، وبالمناسبة القانون ده اتحط لأن الطبقة الحاكمة في بريطانيا بدأت تنفصل عن جذورها الفرنسية ومحتاجين لغة توحد الشعب ضد فرنسا في الحروب، فاللغة الإنجليزية البريطانية خلاص بقت لغة هجين قادرة تعبر عن الفن والسياسة بقوة مش عند غيرها. ومع دخول القرن ال19 الإمبراطورية البريطانية بقت بتسيطر على ربع مساحة الأرض، وهنا بدأت أضخم عملية بنية تحتية لغوية في التاريخ. طبعا كانوا بيتكلموا وقتها الإنجليزية البريطانية بلهجتها القديمة، وبريطانيا ما كانتش بتصدر اللغة عشان الناس تقرأ شكسبير، هي كانت بتصدرها عشان تدير المستعمرات. في الهند وفي أفريقيا وفي أستراليا الإنجليزية بقت لغة الإدارة والقانون والبزنس. بس في نفس الوقت ده كان لسه الفرنسية هي الملكة المتوجة على عرش الدبلوماسية والشياكة في أوروبا، لدرجة إن ملوك روسيا وألمانيا كانوا بيكتبوا لبعض جواباتهم بالفرنسية. والسبب في التداخل ده إن فرنسا كانت القوة الثقافية العظمى، والفرنسية كانت لغة البرستيج. حتى جوه بريطانيا نفسها الطبقة الأرستقراطية كانت بتشوف إن التحدث بالفرنسية دليل على الرقي، حاجة كده خارجة عن سيطرة الدولة ومرتبطة بالمكانة الاجتماعية. وده بيخلينا نفهم ليه لسه في صراع كبرياء لحد النهاردة بين اللغتين. بريطانيا كانت بتملك الأرض وفرنسا كانت بتملك البرستيج الثقافي، والاتنين كانوا مستنيين اللحظة اللي هتنهي الصراع ده للأبد. واللحظة دي جت مع الحرب العالمية الأولى سنة 1914 اللي دمرت كبرياء القصور الأوروبية وطلعت أمريكا كالممول والمنقذ الاقتصادي. أمريكا هنا لغتها الإنجليزية وصلت ليها عن طريق المستعمرين البريطانيين الأوائل، لكنها طورت لهجتها الخاصة وشخصيتها المستقلة، ولما ظهرت في 1914 ظهرت بقوة الفلوس والسلاح اللي ما كانش عند حد تاني. ففي معاهدة فرساي في سنة 1919 والأول مرة في تاريخ المعاهدات الدولية الكبرى الإنجليزية اتكتبت كنسخة رسمية مساوية للفرنسية، والهدف كان واضح: إعلان إن المركز اللغوي للعالم بدأ يزحف ناحية واشنطن ولندن على حساب باريس. ولما جت الحرب العالمية الثانية هتلر حاول يفرض الألمانية كلسان وحيد للعرق الآري،
والراجل ده في حالته النفسية كان بيعتقد إن اللغة هي وعاء الروح، فكان عايز يفرضها مش بس على الألمان لكن على الدول اللي بيحتلها عشان يمسح هويتها تمام. لكن هزيمته في 1945 ما كانتش مجرد هزيمة عسكرية، دي كانت إبادة طموح اللغة الألمانية إنها تكون لغة العالم. هنا ظهرت أمريكا كقوة وحيدة معاها السلاح والمال، وفرضت لغتها مش بس بالدبابات لكن بشروط المنقذ اللي الكل محتاجه. وأهم سطر في الحكاية دي اتكتب سنة 1948 مع خطة مارشال، ودي خطة أمريكية لضخ مليارات الدولارات لإعادة بناء أوروبا اللي اتهدت في الحرب. أمريكا ومع الفلوس دي كلها فرضت نظام تشغيل جديد للحياة. المصطلحات الإدارية والاقتصادية وقواعد التجارة الحرة بقت أمريكية المنشأ واللغة. الباحث ديفيد كريستل في كتابه English as a Global Language بيشرح إن الإنجليزية في المرحلة دي تحولت لأداة نجاة. يعني لو عايز بزنس، شحن بحري، طيران أو حتى تكنولوجيا لازم تتكلم إنجليزي. فاللغة ما بقتش هوية قد ما بقت تذكرة دخول لنظام عالمي جديد مركزه الدولار. وبمرور الوقت ومع اختراع الإنترنت وظهور هوليوود، اللغة الإنجليزية علبت وبقت منتج استهلاكي الكل بيشتري رضا. طبعا البريطانيين لسه محتفظين بلغتهم وبلهجتهم البريتش كنوع من الفخر بالماضي الإمبراطوري، والفرنسيين لسه بيحاربوا بكل قوتهم عشان يحموا لغتهم من الأمريكا لأن لغتهم هي آخر معقل لكبريائهم القومي. احنا النهاردة بنعيش في عالم اللغة الإنجليزية فيه ما بقتش ملك لبريطانيا ولا حتى لأمريكا، دي بقت لغة محايدة الكل بيستخدمها عشان يبيع ويشتري. حتى الاتحاد الأوروبي بعد بريكزيت وخروج بريطانيا ما قدرش يستغنى عنها لأنها ببساطة لغة الفعالية الاقتصادية. لكن التاريخ دايما بيعلمنا إن اللسان بيتبع القوة، وإذا كان القرن العشرين هو قرن اللغة الإنجليزية بامتياز، فالسؤال اللي بيطرح نفسه النهاردة وسط الصعود الاقتصادي الجبار للشرق، هل هيفضل السطر اللي بنكتب بيه حضارتنا إنجليزي، ولا العالم مستني لغة تانية معاها كاش أكتر تفرض بيه لسانها علينا؟ لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. استنوني في الحلقات الجاية. كنت معاكم آلاء في سطر وحضارة.